نافذة اليوم على دروب الحياة، من كل يوم لا نور الضياء ونفهم السر. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من بودكاست نوافذ على الحياة. يسعدنا اليوم أن نستضيف الأستاذ محمد الخبير في العلاقات الإنسانية لنتحدث معه عن موضوع يهم كل منا، ألا وهو لغات الحب الخمس. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا بك وشكرا على الاستضافة. بداية أستاذ محمد، هل يمكن أن تحدثنا قليلا عن فكرة كتاب لغات الحب الخمس؟ طبعا كتاب لغات الحب الخمس للدكتور جاري تشابمان يقدم لنا مفهوما بسيطا وعميقا في نفس الوقت. الفكرة الأساسية هي أن كل شخص منا يعبر عن حبه ويتلقاه بطريقة مختلفة، أو ما نسميها لغة الحب. هذه اللغات الخمس الرئيسية هي كلمات التشجيع، تخصيص الوقت، تبادل الهدايا، أعمال الخدمة، واللمسة الجسدية. جميل جدا. وكيف يمكننا تحديد لغة الحب الخاصة بنا أو بشريك حياتنا؟ هناك عدة طرق. أولا، يمكننا ملاحظة كيف نعبر نحن عن حبنا للآخرين بشكل طبيعي. غالبا ما تكون هذه هي لغتنا المفضلة. ثانيا، يمكننا الانتباه إلى أكثر الأشياء التي تسعدنا وتشعرنا بالتقدير عندما يفعلها الآخرون لنا. هل نفرح بكلمة ثناء، أم بقضاء وقت ممتع معا، أم بهدية بسيطة، أم عندما يساعدنا شخص ما في مهمة، أم بمجرد عناق دافئ؟ هذا منطقي. وماذا يحدث إذا كانت لغة الحب بين الشريكين مختلفة؟ هنا تكمن أهمية فهم هذه اللغات. عندما نحاول التعبير عن حبنا بلغة لا يفهمها الطرف الآخر، قد يشعر بعدم التقدير أو حتى الإهمال، حتى لو كانت نيتنا حسنة. تخيل أن شخصا لغة حبه الأساسية هي تخصيص الوقت، بينما يعبر شريكه عن حبه بتقديم الهدايا فقط. قد يشعر الأول بأن الثاني مشغول عنه دائما، بينما يرى الثاني أنه يبذل جهدا لإسعاده. نشكركم مستمعينا الكرام على حسن استماعكم. نلقاكم في حلقة جديدة وموضوع آخر شيق. إلى اللقاء.